يعني دورة كاملة تكملون؟ إيه. ما شاء الله. هناك من يقرر؟ كتب كثير. وبالنسبة للأصول؟ بالنسبة للأصول وصلنا إلى الاستصحاب. جميل. استصحاب في الرواية. بدأتم الدورة من البداية؟ إيه. جميل. هذا في العتبة العباسية أو الحسينية؟ إيه في كلاهما. العباسية وصل إلى الزن درس القارئ. نعم. الزن. نعم. حجية الزن. حجية الظواهر هنا. على الكفاية وعلى الرسائل؟ إيه هذا طبق الرسائل والكفاية. نعم. من عند الحكم. بالمقاصد مثلا في أول البيع هناك بيع الفاسد. كيف ترون تجاوب الطلبة؟ أيهما أكثر تجاوبا، في الحسينية أو في العباسية؟ والله كلاهما جيد. كلاهما. أنتم أيضا أتذكر قبل سنتين حضرت عندكم درس الرجال في العتبة العباسية. كملتم؟ لا. درس الرجال مو عباسية. عند الإمام حسين. أتذكر حضرت عندكم في العباسية. في العباسية بدأت هناك منظومة الصدر. صحيح نعم. كملتم المنظومة أو بعد؟ لا بعد. وفي الرجال شيخنا؟ في الرجال أيضا درست هناك مثلا في اسمه في إمام حسين. دورة كاملة؟ تقريبا. أنا خلصت. شيخنا هل لكم آراء خاصة في علم الرجال؟ يعني في بعض الأشياء نعم. مثلا أصحاب الإجماع أنا أحمد. نعم. بعد لا. الشهرة كيف ترون الشهرة؟ كاسرة أو جابرة أو ليست كاسرة؟ الشهرة فيه مثلا اختلافات كثير فيه. بالنسبة إلى الكتب، كتاب كامل الزيارات، تفسير كامل الزيارات جيد. ترون توثيق المباشرين فقط أو جميع الرجال؟ لا توثيق. في توثيقات القدماء مثل هذه الأربع أشخاص أو ثلاثة أو خمسة أشخاص. عليكم السلام ورحمة الله. أما باقي لا. وأما في توثيق الذي وهو صدر من علامة المجلسي أو هذا لا يعتمد. فقط إما يكون كالشيخ أو السيد مثلا أو الشيخ الطوسي، اثنين كتاب له الرجال وفهرس، أو نجاشي. مثلا أفضل هؤلاء هو نجاشي. وهو ثلاثة مثلا، أو يكون ابن غزائري. غزائري دائما يعني يذم ولا يمدح. بلى. أي ابن غزائري سيكون أخبر. جاب بدله مثلا الشخص الآخر هو أحمد بن خالد البرقي. نعم. بالنسبة لعلم الأصول يعني هل لكم أيضا آراء خاصة في علم الأصول؟ في علم الأصول في هناك مثلا سيد صدر يقول وضعه القرن. نعم. قرن الأكيد. هو ليس لشيء. مثلا لمحققين مثلا عراقي. أنتم درستم عند شهيد الصدر؟ نعم. كم سنة درستم؟ 9 سنوات. 9 سنوات. وكتبت أيضا وهو مذكرات؟ لا مثلا تقرير. تقريرات، ولكن طلب هناك. نعم سمعت. سوى خفيان عليه. نعم. وأيضا سيد الكل يقول وضع تعهد ليس له هو ينسب لنا. ومثلا اسمه ووضعه اختصاص. مثلا اختصاص لا يحتاج الى تعهد قرن لكن اختصاص له. شيخنا الآن من الأساتذة الموجودين في النجف من ترونه جدير بالقول؟ أنا ما أدري، لأنه أنا لما خرجت من النجف هؤلاء مثلا ليس مدرس بعد طبعا. نعم. ولكن مثلا عايشتم بعضهم مثلا؟
لما عايشون راحوا يتركون. أنا بقيت في سوريا. ما تقرؤون تقاريرهم مثلا أو لا. كتبهم؟ لا. يعني أتذكر قلت لنا لك حوادث قصص مع السيد الشهيد محمد باقر الصادق. ليه؟ كان يسميك الشيخ الصغير. ليه شيخ الصغير؟ نعم. نعم. أول يقول شيخ صغير درسي جاء، هل هو كفاية ورسائل قرأها هو جاء عندي؟ نعم، يعني كنت أصغر تلامذة بلى، عمري قليل جدا هناك. كم كان عمركم؟ 21. ما شاء الله. 21 سنة. نعم. وقال الشيخ الصغير مم. القراءة كفاية ورسائل وهو جاء عندي درسي. أنا شيخ مولد الفقر وهو لا يصدق. أنا مثلا في الطريق استشكلت عليه هذا، ما شاء الله. وهو بعد هذا صار يسمي شيخ السلطان. السلطان من أهل البيت. ما شاء الله. نعم. يعني كان لكم حوادث أخرى مع الشهيد الصادق تتذكرون؟ إيه. مثلا ما تركته في شو اسمه في وقت الذي هو صار مثلا جاء عليه هذه الاشياء ومظلوميته، في مظلوميته ما ترك. الحمد لله. وقال انا يوم القيامه مثلا اشهد عند الله سبحانه وتعالى انت ما تركتني في عاشوراء. وقال أنتم خرجتم من النجف في أي سنة؟ خرجت في النجف سنة التي وهو صدام صار رئيس الجمهورية. يعني في 79. إيه. وهو أخذني لأجل سيد باقر الصادق لأن كنت بقائمة إقامته. وهو أخذني مثلا إلى الفضيلية هناك. بعد ليلة التي صار صدام رئيس الجمهورية أخذ قنصل لوزارة سوريا، رحت سوريا في هذا الليلة التي صار صدام رئيس الجمهورية. سيدنا شيخنا قضيتم في سوريا فترة طويلة. إيه هذا. كيف تقيمون سوريا وهنا في كربلاء؟ كربلاء ولا أيضا جيد. يعني طلبتها اساتذتها اقوى من السيده زينب او يعني الان في المنوي. جميل. لانه هو حوز راح كله وبعد هذا جديد تقريبا. لماذا ما ذهبت من النجف؟ من نجف شيخنا مثلا ما رحت. ليش؟ لانه انا في سوريا كنت في مكتب السيطانيين. هنا جئت ايضا في بالي ما اظهرته، في بالي انه انا اروح في مكتبه مثلا اصير مدرس. رحت ما اظهرت لهذا الاسفي هذا. شيخ الاسفي قبل ان يتوفى. ايه قبل ان يتوفى. ما رحت انه اظهر عنده انا ادرس. هنا اذا كان الدرس وحوض مجيد في مكة شفت انه في هذا القضايا ليس هو. ما اظهرت له هنا. لان قبله وهو مثلا شو اسمه عتبة الامام حسين قال تجلس هناك في الكربلاء. شيخ عبد المهدي. الشيخ عبد المهدي قال، والشيخ احمد صافي قال، الشيخ رزوي كان سيد رزوي. نعم. وقلت له يا سيد رزوي نحن نجلس هناك في الكربلاء كما جلسنا في سيد زينب لأجل هذا المخدرات. ما مثلا شيء يستفدنا كثير. هنا ايضا نجلس في الكربلاء لاجل الله هنا. لا اله. جلست هنا في الكربلاء. الشيخ المحمدي كانما جاء اولا يريد ان يستقر في النجف قبل ان يتوفى. الشيخ الاحمدي. الأحمدي في لبنان. مستقر في لبنان. سيد شيخ محمدي وهو جاء في النجف ما استقر في النجف أيضا. مثلا مرتبة في مكان ومرتبة في مكان هنا. تطبع لكم كتاب قبل مدة عن المؤتمرات. ايه هذا. في هناك كتب أخرى أيضا أو لا. يعني أنتم الآن في كربلاء يعني ما تؤلفون تكتبون مؤلفات؟ ولا أولا دروس عندي كثير. ثانيا صرت مريض.
نعم. شيخنا نصيحتكم للطلبة والله نصيحتي أنه كل شيء الذي أنا جربته وشفته نعم. في عمري هناك طلب العلم. شباب الحرين نعم. مثلا الطلبة هناك إذا كان لله سبحانه وتعالى مثلا وهو يعني نعم. فقد أنا تجربتي هذا لأن شفت بعض الأشخاص طلب العلم وهو ليس له أي شيء لأنه كان مثلا ليس له أي مادة وأيضا ليس له أب ولا أخ ولا خاصة. طلب العلم لأجل الله وصل إلى مرحلة بعض طلب العلم لأجل الرياء. نعم. لأجل الرياء وهو طلب العلم هناك. نعم. وأيضا له هناك وسائل فلوس وهذا أب خاطبهم يساعده لكن ما وصل إلى مكان. يعني أنا شفته مو مرة واحدة مرات هناك هذا من جملته مثلا شيء الصدق وهو أقاربه لا يريد أنه هو يصير طالب العلم وبالقوة صار طالب العلم لله. سيد الخوي وهو فر من الخوي جاء أيضا نجد هناك هذا وهو أيضا وصل إلى مكانه. نعم. تجربتي هكذا ما كان لله ينمو. أنتم درستم كثير من الطلبة الأحسائيين. إيه. من الطلبة الأحسائيين تجدونهم صاحب علمية وصاحب فضيلة؟ ربما الشيخ عبد الله كان قريب منكم كثيرا. الشيخ عبد الله إذا جيد غيره أيضا جيد أنت أيضا جيد. الله يعزكم إن شاء الله. الشيخ منير خباز أيضا قرأ. سيد منير. سيد منير أيضا. هل ترون في بعض الطلبة بوادر الاجتهاد مثلا؟ بوادر الاجتهاد لكل موجود هناك بشرط أنه هو يروه وراءه. لكن بوادر الاجتهاد بشرط أن تروه وراءه. نعم. كنت دائما تكرر في الدرس يا آية الله. إيه كل الطلبة آية الله. إيه هذا هو. وميزة درسكم شيخنا كان درس لطيف ودائما تأتون بالنكات نكات آية الله كلها. الله يحفظكم جزاك. يعني أنتم الآن في كربلاء مرتاحون. مرتاحون. إلا لأجل هذا الملعب. نعم. إن شاء الله الله يمن عليكم الصحة والعافية. بالنسبة للعتبة ما يعني يلتفتون إلى مرضكم أو يلتفت يقول تروه إلى مثلا دكاترة أخذني إلى المستشفيات ما استفدت. الله يمن عليكم الصحة والعافية. كم أيام بقي أنتم في القناة؟ أنا الآن من يوم الخميس الماضي فقط. الخميس والجمعة والسبت واليوم الأحد وباق إلى يوم الخميس. الخميس الجاي. الخميس الجاي إن شاء الله أذهب إلى النجف. أبقى هناك يومين أو ثلاثة بعد ذلك أذهب إلى مشهد إن شاء الله. مشهد المقدس إن شاء الله. إذا تأمرون على شيء بخدمتكم. سلمكم الله يحفظكم. أنا مشتاق كثيرا للسيدة زينب. إيه ولكن لعله في الجايات إن شاء الله. إن شاء الله. تحتاجون شيء بخدمتكم؟ لا ممنون. شكر الله مساعيكم. أنتم صاحب فضل. سلمكم الله. الأستاذ الذي تعلمنا منه الأخلاق. سلمكم الله قبل أن نتعلم منه العلم. سلمكم الله. شكر الله سعيكم. جزاكم.